يقول لك يوم ندعو كل أناس بإمامهم. شلون قال كل أناس بإمامهم ثم بعد ذلك قال ومن كان في هذه أعمى فهو أعمى في ماذا؟ شوف يا وعد اللامي، قول. لا تتبعوا المتشابهات فتشابه من القرآن. لا تتبعوا ما يعرفون بالقرآن. قال لك يا أخي الله قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، بالضبط ويا الآية اللي يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فإذا هنا ما معنى الأعمى وليش ربطها ويا الإمام؟ تفضل. شنو متشابه؟ جيد. إذا هذه الآية التي ذكرتها هل لها تفسير عند المعصومين عندك؟ أو فقط فسرها العياشي والطبطبائي وغيرهم؟ فهؤلاء غير معصومين. إذا هناك تفسير لها عند العلماء ابن كثير والطبري. قول، تفضل اقرأ لنا ونناقشك. قول يلا. افتح أنت، أنا ليس عندي. افتح الآن تفسير الطبري ونناقشه في قول يلا تفضل فسرها. قول. افتح أنت يلا يا تفسير فتح. تفضل قول لي وأنا أفتح. افتح تفسير الطبري مثلا. الآن أفتح لك تفسير الطبري من عيوني. نعم. واقرأ وتفسيرها ماذا يقول. تدلل. تفسير الطبري تريد؟ نعم. يقول الطبري يقول لا ما عندنا احنا طلبات المستمع. أنا أقرأ لك ذاتي. يقول الطبري، اسمعوا اخوان، القول في تأويل قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال اختلف ولا اتفق، اختلف أهل التأويل في معنى الإمام الذي ذكره الله جل ثناؤه أنه يدعى كل أناس به. يقول احنا ما عندنا سنة ولكن ما عندنا، اختلفنا شو نسوي؟ فقال بعض، أنا أقرأ لو أنت خليني أقرأ، بما أن قلت لي أقرأ خلي أقرأ. فقال بعضهم، شوي قالوا، هو نبيه ومن كان يقتدى به في الدنيا ويؤتم به، يعني اللي بزمن النبي خوش. ذكر من قال ذلك حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي حدثنا فضيل عن ليث عن مجاهد قال نبيهم، وحدثني عن مجاهد قال نبيهم الثاني، والثالث عن مجاهد، وما في شيء عن النبي صلى الله عليه ولا صحابي قال النبي قال لي. كل مجاهد السدي روح ودي كله زين. هذا القول الأول. يقول وقال آخرون بل معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. يعني القول الأول مش صحيح. قال لا، هذا هو الكتاب. بمعنى الآن أبو آسيا يحب معاوية يحب يزيد، شو يسوي؟ كتبوا له أنت من محبينه، فبكرة أعماله تصير وياه. هو يقول له وين إمامك؟ يقول هذا أنا أحب يزيد، يحشره ويا يزيد أو معاوية مثلا. وقال آخرون أنه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في بالمناسبة يا وعد اللمي، أنت تشرح غلط. أنت تشرح بطريقة ليس لها أي علاقة بالعلمية. أنا راح أسكت وأنت تشرح. يعني سبحان الله. سمع الشيخ يعني أولا الآن سننتقل إلى تفاسير الشيعة. لا خلي أكمل. ما يصير. أنا مو لا نفس الشيء لا احنا مو نفسكم. لحظة. ثاني اختلفوا.
موجود عندكم في التفاسير عندكم العياشي. احنا الشيعة اذا اردنا ان نفسر اهل التاويل. اسمع يا رجل، اسمع يا رجل، احنا الشيعة يا اخونا شو اسمه هو ابو قتادة، ابو آسيا. اسمع يا ابا آسيا، احنا الشيعة لما ناتي يوم ندعو كل اناس بامامهم، اول شيء ننظر فيه نروح لائمتنا، نشوف عندنا صحيح فيه عن الائمه لو لا. تروح للكافي تلقى صحيح روايه عن الامام الباقر كذا الى اخره. انت الان تركت اهل السنه، ما يصير تترك اهل السنه. قل للناس ماذا يقول اهل السنه، الستم اهل السنه والجماعه؟ ماذا تقول السنه في ذلك؟ وماذا يقول اهل السنه في ذلك؟ يعني انت رفعت الرايه البيضاء، الان تريد تذهب الى الشيعه تستعين بهم؟ خطيه ما عندك، ما في عندكم. لا ليس المقصود، ليس خطيه والله خطيه. قهروني والله قهرون. ينبه الشيعة إلى أنه ليس هناك تفسير للمعصومين عندهم. ايه خلاص. لا ابو احنا مش كويسين. نعم. ما عندنا تفسير بالمعصومين. نعم. اصلا احنا ما موجودين. انت تعال الان انت اي حقيقه تفسير المعصوم. خلاص احنا مش كويسين. قلت لك الان من هو امامك الذي تأتم به بعد النبي صلى الله عليه واله؟ من؟ أنا إمامي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي. لا نشوف، نحن إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا كتاب كامل. شوف شرح الأربعين القاسمية في الجماعة والإمامة، يقول هو الإمام اللي هو موجود في الزمن. 40 حديث أورد في هذه المسألة، وقال بعد ذلك هذه الطبعة التي أنا فيها ألحقها بملحق. شوف هذا الحديث رقم 40، هذا الحديث رقم 40، ثم بعد ذلك ألحقها بملحق. ماذا قال؟ صلوا على محمد وآل محمد. قال: القاعدة الشرعية المعتبرة في هذا الباب الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وأما الناظر لهذه الجماعات المعاصرة بقطع النظر عن احتواء شنو راح يتكلم عن الأخوان والمعرف إيش وكذا وكذا. ليش؟ يقولوا أنتم صيروا تحت إمام واحد. شنو تكذبون عليه؟ من أنتم؟ كتبكم ما تقول. اسمع ماذا يقول احتواء مناهجها من المخالفات لمفهوم الجماعة. أنت مخالف، ما تعرف مفهوم الجماعة، لمفهوم الجماعة بالمعنى العلمي الذي قد يصل للحكم. أيوة، شوف الآن يتكلم عن الحكم. إيش قد تريد 100 عالم؟ هاي واحد. هذا كتاب المعذرة ولكن يا لا تسيء. هذا كتاب طاعة ولي الأمر في السنة. هو يستدل بهذه الأحاديث. شوف أقرأ لك أول صفحة والله إلا خليكم اسمع. هذا مثلا من البداية إلى النهاية. شوف يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له من مات وليس في عنقه بيعة. سوي ميوت. منو عنده صوت؟ بعنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم قال: فيه أمر بقتال من خرج على الإمام. اقروا يا أخوان. شوفوا أخواني، واضحة عندكم يا ناس؟ واضحة ولا لا؟ شوف هذا بالأصفر: خروج على الإمام. شنو إمامي؟ نبيي وإمامي كتاب. تضحكون على من؟ هذا الكتاب الثاني. هدوء. هذا كتاب والله إلا مرضكم اليوم. اسمع هذا كتاب. هدوء يا شيخنا شوية هدي يعني خذ وطي.
يعني مو أنت أتكلم، أنت تكلمت، أنت تتكلم. لا مو تقول لي أنت قلت لي اقرأ، أنت تسأل يعني أنت تقول لي اقرأ وتظلمني ليش تظلمني؟ أنت ما قلت لي اقرأ. أسكت لو أقرأ. لا اقرأ ثم أنا أرد عليك. طيب أنت تتكلم. هذا كتاب، هذا هو المنطق. هذا كتاب يقول الآن هو بيقرأ من كتب سنة، يرد عليه في ايش؟ لكن لا يفهم يقرأ ولا يفهم. تفضل. أنا نسب جملة من هنا ونسب من هنا ونسب أنت تفهم أبو راس المربع، أنت تفهم. أنا تقول ما أفهم، هذه قلة احترام. مع هذا تفضل، أنا والله سروري راح أسكت وأتعلم منك. الآن من هو الإمام؟ هنا يقولون الإمام هو الولي الآن الحاكم. أنت مين إمامك الآن؟ أنت لما قرأت في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية ماذا قرأت؟ قرأت أنهم قالوا اختلفوا، ثم أول التفسير قالوا نبيهم إمامهم نبيهم. أنت قرأت وحدك، أنت قرأت بعد النبي. إذا التفسير واضح. ليس عليكم السلام. لحظة أخونا. بعد النبي الآن إمامهم نبيهم، الآن النبي رحل إلى ربه، مين الإمام بعده؟ الإمام هو أنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يتبعها يعني أي واحد بعد النبي نقول له مين إمامك؟ يقول له صحيح البخاري. إذا كان حتى سؤال سريع، أخونا العزيز.